بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أي من الفوائد المستنبطة والمستفادة من قصة يوسف ومن سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب اشتد به إلى أنهى ما يكون، أي وصل إلى حد، يعني إلى نهايته. قال: ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أي الفقر والحاجة، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، أي بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين بنيه، فاشتد به الحال إلى أن ذهب بصره وعمي عليه الصلاة والسلام، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال: فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. نعم، فمع العسر يسرا ومع الكرب فرجا. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني خطاب للأمة جمعاء: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن القيم وغيره: لا يغلب عسرا يسرين. ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين العسر بالتعريف، دل على أنه عسر واحد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف، أي الذي ذكر من قبل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، العسر أي الذي ذكر قبل، يسرا ذكر العسر مرة واحدة، إن كان ذكر مرتين لكن عرف بأل التعريف الذكرية، أي العسر الأول هو العسر الثاني، لكن اليسر يعني لم يعرف فكان يسرين. قال ابن القيم: لا يغلب عسرا يسرين، لا يغلب عسر يسرين. وكذلك هي سنة الله عز وجل مع أوليائه ومع أنبيائه. ألم يأتكم نبأ الذين، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، سورة البقرة. ألم يأتكم في ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم زلزلوا، ايش في الآية؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فكلما اشتدت الكربة كلما قرب الفرج،
وكلما اشتد العسر كلما قرب اليسر، كلما قرب اليسر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب. والله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر، الله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، خير هذا، لكن يبتلي الله عز وجل لينظر في الخير من الشاكر، وفي الشر من الصابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن في الابتلاء يكون كما أمره الله عز وجل، وكما أراد الله عز وجل، وكما يحب الله عز وجل منه. في الشر أن يصبر، في المصائب أن يصبر، وفي السراء أن يشكر، وفي السراء أن يشكر، لا أن يكون كحال الذين كفروا بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. في حال السراء يكفر نعمة الله ولا ينسب الفضل إلى الله عز وجل، وفي حال الضراء يتسخط ويشكو إلى المخلوقين، لا، بل في حال الضراء يصبر، وفي حال السراء يشكر، في حال السراء يشكر. قال: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. نعم، وهذا تقدم معنا أن العبد إذا أظهر ما أصابه ليس من باب التسخط، وإنما قد يكون للحاجة، وقد يكون لبيان حاله، وليس أنه يشكو إلى الناس، وليس أنه يشكو إلى الناس، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي أصابتنا الشدة والحاجة، أصابتنا الشدة والحاجة فأحسن إلينا، فأحسن إلينا لما بسبب حالنا. قال: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، أي عاقبة أهل التقوى والصبر، عاقبة أهل التقوى والصبر، وصاحب التقوى والصبر أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر، فهذا محسن، فلذلك لا يضيع الله عز وجل أجره، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. نعم، فالعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة لمن اتقى وصبر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من صبر واتقى، وهذا يكون محسن، وهذا يكون محسن. فلذلك الله عز وجل قال: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد يقول قائل: ذكر الله عز وجل هنا التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر، ولم يذكر أنه لا يضيع أجر، ولم يقل فإن الله لا يضيع أجر المتقين والصابرين، بل قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقال له المحسنين الذين صبروا واتقوا أحسنوا،
إلى الله عز وجل، فالله عز وجل لن يضيع أجرهم. قال: ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يعترف بنعمة الله عليه، وألا يزال ذاكرا حاله الأولى ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نعم، إذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة، مثلا نعمة الغنى بعد الفقر، ونعمة الصحة بعد المرض، ونعمة الاجتماع بعد الفرقة، فإنه ينبغي عليه أن يذكر حاله الأولى. أولا يعترف بنعمة الله أن هذه نعمة من الله عز وجل، والأمر الثاني ألا يزال ذاكرا الحالة الأولى التي كان فيها في الفقر، لأجل أن يعينه ذلك على شكر نعمة الله عز وجل، على شكر نعمة الله عز وجل. نعم، العبد إذا أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل فإنه ينظر إلى من حرم النعمة، إلى من حرم النعمة وهو كان قبل ذلك محروم من هذه النعمة، فمن باب أولى أن يتذكر حاله الأولى. وإذا كان العبد غنيا لم يكن محروم من هذه النعمة، فإنه ينظر إلى من هو فقير، إلى من حرم هذه النعمة، فهذا من أعظم الأسباب المعينة على شكر الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال فلينظر إلى من هو أسفل منه، فهو أقدر ألا يحتقر نعمة الله عز وجل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فهو أقدر ألا يزدري أن يحتقر نعمة الله عز وجل عليه. قال: ومنها لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن، تفريق بينه وبين أبيه، إلقائه في البئر، بيعه، وما حصل من امرأة العزيز من اتهامه، ثم بعد ذلك أن أدخل في السجن. كل هذه المحن لأجل أن يوصله الله عز وجل إلى أعلى المقامات وإلى رفيع الدرجات. قال ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ولذلك كلما قوي إيمان العبد كلما زيد في بلائه، ولذلك الله عز وجل يبتلي المؤمن ليرفع درجاته في الجنان. فقد يكون العبد المؤمن مكتوب له درجة في الجنة لن يصل إليها بعمله، يبتليه الله عز وجل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما معنى الحديث، قال: إن العبد قد يكتب له درجة في الجنة عالية لا يبلغ إليها بعمله، فيبتليه الله عز وجل ليبلغه تلك الدرجة. يبتليه الله عز وجل ليبلغه تلك الدرجة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة. ما من إن العبد المؤمن ما يصيبه من شيء حتى الشوكة يشاكها إلا رفع الله عز وجل بها من درجاته وحط عنه خطاياه، كما معنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، أي أن يدعو ويلح في الدعاء إلى الله عز وجل
في أن يثبت إيمانه. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أم سلمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هذا الذي يدعو بهذا الدعاء؟ الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يعلم أمته النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته بأن يكثروا من هذا الدعاء. فهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من منا اليوم يدعو بهذا الدعاء؟ لربما مر على أحدنا الشهر والشهرين، ربما مر الشهر والشهران على أحدنا وهو لا يدعو بهذا الدعاء، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. وهذا من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن العبد لا يدري، أن العبد لا يأمن على نفسه الزيغ والانحراف، لا يأمن على نفسه الضلال. نعم، فلذلك ينبغي لنا جميعا أن نكثر من هذا الدعاء، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وأيضا مما يجب التنبه له عدم الشماتة بالآخرين، بمن ضل عن الطريق. نعم، لأجل نصح الناس تحذرهم ممن انحرف وممن زاغ عن الصراط المستقيم، لكن ليس بالشماتة، ليس بإظهار الشماتة، لا، وإنما من أجل النصح. وإذا رأيت مثل هذا الصنف تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه الله عز وجل به. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه الله عز وجل به. ولا تجعل ذلك، لا تنسب الفضل إلى نفسك، تقول: أنا ذكي، أنا أطلب العلم، أنا أفعل وأنا أعبد الله عز وجل. لا تغتر بعملك، لا تغتر بعملك، ولا تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإنما أنسب الفضل الذي أنت فيه إلى الله عز وجل، أنسب الفضل إلى الله عز وجل، وتملق بين يدي الله عز وجل، وألح في الدعاء أن يثبتك الله عز وجل على هذا الطريق وعلى هذا الهدى. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، اتخذ الأسباب الموجبة لذلك أي لتثبيت إيمانه وبقائه على الصراط المستقيم. ومن أعظم الأسباب الدعاء، وكذلك من الأسباب أن يجتهد العبد في طاعة الله وفي التحري الصواب بالبحث عن الصراط المستقيم. فالله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهد والله عز وجل يتكفل بهدايتك. أنت جاهد بحق باتباع الكتاب والسنة، باتباع الدليل، ليس باتباع العواطف أو الحماسات أو باتباع قول فلان أو علان، لا، إنما باتباع الدليل، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأبشر بأن الله عز وجل يوفقك. والذين جاهدوا فينا وعد من الله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المهتدين. قال: ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، وكذلك مما ينبغي الإكثار من الدعاء منه بأن يدعو العبد بأن يرزقه الله عز وجل الخاتمة الحسنة، وأن يتوفاه الله عز وجل وهو مؤمن، وأن يتوفاه الله عز وجل وهو مسلم موحد. ربي قال: توفني مسلما، وهكذا قال نوح عليه السلام، وهكذا قال غيرهم من الأنبياء والرسل. فهذا الذي ينبغي على العبد
ويجب علينا جميعا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الخاتمة الحسنة وأن يتوفانا مسلمين. قال: فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. ويعني علنا نقف في الدرس، لأن غدا إن شاء الله بإذن الله يعني سأسافر، وبعد الرجوع من السفر ننظر هل نواصل في التفسير أو درس آخر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.